السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الهنا. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. أنا قاعدة بعمل إيه؟ جاية أقول لكم على معلومة جميلة جدا وعن تجربة. صورتين لو قرأتيهم كل يوم في بداية يومك كده، بدأت يومك بيهم، صليت الفجر وبدأت بيهم مع الأذكار، إن شاء الله هتلاقي تغيير في يومك رهيب. هتلاقي بركة، هتلاقي رزق، هتلاقي راحة، هتلاقي كل العقد بتتفك في اليوم ده وماشي كده بهدوء نفسي. ايه هما الصورتين دول؟ عندنا صورة ياسين وصورة الواقع. ان شاء الله انا هبدأ دلوقتي بصورة ياسين وهكمل بصورة الواقعة. النهاردة الجمعة، مش عارفة ليه مش عايزة الكلمة تبان اهو. النهارده الجمعة ان شاء الله انا هبدأ دلوقتي بياسين وهكمل الواقعة، وبعدين ان شاء الله هخش على سورة كهف، لان عارفين ان سورة الكهف من الجمعة للجمعة نور. سورة ياسين وسورة الواقعة بتعمل ايه؟ ياسين طبعا لما قرأت لها. ياسين انت لو قرأتيها الصبح بنية ان اليوم يمشي هادي، وان ان شاء الله ربنا يسترها معاكي، وان اليوم يمشي متيسر وكل حالك يكون متيسر. سورة الواقعة يعني احنا عارفين طبعا الواقعة دي بتاعت الرزق وبتاعت الفلوس، وان اللي بيقرأ سورة الواقعة يوميا مش بيشوف فقر ابدا. فده روتين يومي اعمليه في حياتك. صلي الفجر واقعدي قولي سورة ياسين واقرأي سورة الواقعة، هتلاقي يومك فرق جدا جدا جدا. لو حضرتك شغال في شغل هتلاقي شغلك زاد، لو انت فاتحة مشروع هتلاقي مشروعك مستمر وبيزيد. لو ما فيش رزق ليكي خالص هتلاقي اليوم ده جالك رزق فوق ما تتخيلي. صدقيني عن تجربة وكرريها، مع كتر التكرار كتر ما النتيجة هتبان اكتر. ابدأي يومك كده بالقرآن وخليه جميل. صباحكم خير. النهارده الجمعة، بصوا انا قاعدة فين؟ قاعدة جنب البلكونة في الهوا. صليت الفجر وقعدت اتكلمت مع ابني شوية، ودلوقتي قلت ايه، بعته يجيب الفطار وقلت نقعد نشوف القرآن بتاعنا واقول لكم كلمتين لعل وعسى حد يستفاد منهم. صباحكم خير وصباحكم هنا. جربوهم الصورتين دول، يعني هيغيروا لكم حياتكم 180 درجة. يلا دعواتكم لينا بصلاح الحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.